السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير واسعد الله مساكم. كالعادة طالعين نحب نسولف معاكم. عمرو بن كلثوم شاعر تغلبي معروف، يقول هذاك اليوم كانوا جالسين في فناء الدار جده اللي هو الزير سالم المهلهل وأبوه كلثوم من سادات ربيعة. فجت أمه اللي هي ليلى بنت الزير بنت المهلهل وجابت لهم الصبوح اللي هو حليب وتمر. يقول فشربوا وكلوا وشوي جت عاد وقت القهوة والما من قهوة ولا شاهي. أول يشربون الخمر، وكانوا حتى أن اللي يشرب معاك يسمى نديم. كانوا ندباء في الشراب اللي هو همام بن مرة والزير، هذول أكثر شيء يشربون مع بعض. المهم يقول اسقتهم، صبت لأبوها اللي هو المهلهل، عقبها صبت لأبو عمرو اللي هو كلثوم. فيوم جت عند عمرو بن كلثوم ولدها وكان شباب صغير تو عمره 10 سنين أكثر، وما صبت له. قال ليه تعديتين الكحيلة الأصيلة مع عمر؟ قالت له مو عيب عليك، تبي تشرب حضرة أبوك وجدك، قم. فزعل. فيوم زعل بمعنى أنه قام وقال ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطه سخينا. صبأت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراه اليمين. ما شر الثلاثة أم عمرو بصاحب ما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبح. يعني قالت له بس قم خلك من هالسوالف. يقول تراني ماني شر الثلاثة، ترى إذا صارت جد وجدة جد أعجبك. قالت له بس يلا توكل على الله. المهم يقول شاء القدر، كانوا هذاك اليوم جالسين عند عمرو بن هند، طبعا ملك من ملوك بني لخم من ملوك المناذرة، وكان جاء في فخر ومجد. فمجلسه يقول هل في بقت امرأة في العرب ما خدمت أمي أو إنها ما تخدم أمي؟ قام واحد مقرود من الجالسين قال إيه فيه. قال له من؟ قال ليلى أم عمرو بنت المهلهل بنت الزير، وعمها كليب اللي هو ملكة اللي هي معد بن عدنان، وزوجها كلثوم. قال له معقولة؟ قال له معقولة. المهم أنه خاطبوا برسالة وبعث عليه مراسيل وقال بيك تزورني وإحنا يعني نتعلمك غانم وفيه قربة من جهة الحريم بطريقة ما، وجيب أهلك معاك سيروا علينا. وهذا قال ما خلاف. يقول هذاك اليوم وبناله إيوان بحدها الفياض فيضة طيبة إيه بالله، وجهزوا هذه وقال لما إذا جت هذه ليلى أبيك تسخرينها علي حاجة، صحن معلقة أي حاجة بس كذا يعني، وش يعني بيشهدن عليها الحريم انها ناولتك هذه، فنقول انها خدمتك يعني اذا صح التعبير. فبالفعل طبعا دخلوا الحريم، دخلت في جهة الحريم ورجال دخلوا، ولكن قبل يدخلون طبعا ينزلون سلاحهم، ما حد يدخل وهو مسلح على المجلس. وجالسين الحريم جابن سفرتهن وهذه. فأنت يا أم عمرو اللي هي عمرو الملك، ما هو عمرو بن كلثوم، عمرو بن هند أمه. قالت الأم عمرو يا أم عمرو ناولينا بالله الصحن الصحون فاضي يعني على جهة اليمين. قالت لها صاحبة الحاجة تقوم تاخذها. والله شوي ما أدري كيف بالكلام، قالت لها أم عمرو ناولينا المعلقة. قالت اللي تبي حاجتها تقوم تاخذها. ما أدري كيف، وقالت واذي الله يعني. الآن عمرو سمع هاستجارت، قال ما استجارت أم عمرو إلا لشيء عظيم. ناظر يا ولد ما عنده لا سلاح ولا شيء، فالصدفة يشوف السيف معلق فوق عمرو بن هند، ما أدري كيف نقز ولا السيف بيده على طول على رقبته، وإنه من صيد أمس. إيه بالله جثة الحال والراس الحال. والله وهالموجودين إيه بالله شطبهم وطلع. إيه بالله قال لك حيل الصلة مع عمرو مشينا، والله هو تطلع ويركبون خيلهم ويمشون.
وعلى الطريق قالها ما قلت لك ترى ماني شر الثلاثة؟ قالت له عز الله إنك أحسن الثلاثة. فيقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاية وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا. عمرو بن هند لا تعجل علينا، انظرنا نخبرك اليقينا، نورد الرايات بيض ونصدرهن حمر قد روينا. والله من أجمل ما سمعت في معلقة ابن عمرو بن كلثوم، الحقيقة كلها جميلة ولكن هذه أجزلها وأحسن. يلا حي 100 هلا بهالشوار والغال. ألا بصبحك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطه سخينا. صبأت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراه اليمينا، ما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا. عمرو بن هند لا تعجل علينا، انظرنا نخبرك اليقينا، نورد الرايات بيض ونصدرهن حمر قد روينا. ألا لا يجهلن أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاية وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا. من أجمل ما قيل في معلقة عمرو بن هند، طويلة ولكن هذه جميلة.